وانا بقول لك هو الكمال لله، الكمال لله اذا كانت في مظاهرات في كل مظاهرات مصر، لان الاعلام شيطنه نيل من حق بعض المواطنين في ابداء رايهم. هم عندهم اعلامهم كمان، خليك معايا، وكان بيشيطر الناس كلها. اعلامهم ده اللي هو ايه بالظبط الناس كلها اعلام، ومع ذلك لسه عندهم قنوات ولسه عندهم جريده اللي هو قضايا العداله. انتوا قعدتوا يوم بحاله هنا في قناه الجزيره، قعدتوا يوم بحاله تتكلموا على مقر الحريه والعداله الذي تم، وطلع الخبر مختلق. يعني انتوا نقلتوا خبر من حد وما تاكدتوش ان هو صحيح. لا هو ما تاكدتوش ان هو صحيح. الجزيره ببساطه شديده تنقل الاخبار من الجهات الرسميه والمصادر الامنيه في مثل هذا. اعتذرتوا عن الخطا ده؟ انتوا قلتوا ساعتها انه انا ما تابعتش هذا كان خطا، ما تابعتش هذا النوع من كان يجب عليكم ان انتوا لما تتاكدوا من الخطا. انت بتقول ان الاعلام بتاعهم موجود، فين الاعلام؟ لا موجود عندهم قنوات، في قنوات اتقفلت صحيح، لكن لسه في قنوات. جريده الحريه والعداله ما هي شغاله لغايه دلوقتي. في عندهم قنوات. جريده الحريه والعداله بترسانه القنوات الفضائيه التي تعمل في مصر في اللحظه الراهنه، يعني هي وكلها تعمل بنغمه لما واحده. يبقى في قنوات بتحرض، لما يبقى في قنوات بتحرض علني على العنف وعلى قتل الناس، علني بشكل علني كما كان ياتي. ومع ذلك انا من الناس اللي بتقول والله ما انتم الجزيره موجوده، يعني يعتبر الاعلام برضه يعني اذا في حد بيطلع مضاد للاخوان ففي 10 بيطلعوا مع الاخوان، فهو ما يعتبر اعلام. شايف دلوقتي 10 قصاد واحد، مش دلوقتي يعني. لكن هل هناك نشره للجزيره تخلو من الاستاذ ياسر الهواري او من هم يحملون فكر الاستاذ ياسر الهواري؟ وفي كام واحد، في كام حد تاني، ما هو كل نشره فيها واحد من هنا وواحد من هنا. انا بقول لك شوف، انا بقول في وسيله اعلام في مصر، في وسيله اعلام في مصر تاتي بالاستاذ محمد عباس ومن يرددون ما يقول. ده السؤال بيقول هل استاذ محمد عباس اتفضل. يعني الكلام بالشكل دوت، ده في 4-5 قنوات اسلاميه يا اخي، اليرموك واحرار 25. يعني اقول لك اسامي اليرموك واحرار 25 وما اعرفش. استاذ ياسر اديله فرصه طيب، موجودين. ممكن اتكلم؟ اتفضل. طيب ماشي، حلو قوي. يعني معلش انا اسف اللي انا دخلت بالشكل ده، لكن انا عندي نقطه مهمه، نقطه الاعلام اللي احنا بنتكلم عليها. استاذ ياسر بيتكلم لي على قنوات اصلا خارج مصر بتبث من خارج مصر، نظرا لغلق القنوات كلها اللي موجوده في مصر اللي تمثل الراي الاخر. دي نقطه يعني بس يا ياسر عشان ايه يبقى واضحه للناس. القنوات اللي انت تحديدا قلتها كلها حاليا تبث من خارج مصر، هذه نقطه. النقطه الثانيه هي نقطه الاعلاميين والقنوات اللي بتجيب. استاذ محمود اتكلم على نقطه ان هو كل الاعلام في مصر ما بيجيبش الوجه المعاكس، دايما بيجيب الصوت الواحد. النقطه الثالثه بس عشان دي نقطه مهمه ياسر، انا فاكر يوم 23 يوم